ما انا مش عارف ليه يا خوخه. بس ده باين قوي يا منحي. طبعا انت متجوزاني من غير لغد. في دي بقى عداك العيب. من السنه اللي فاتت ابتدى يبان ابن العفريت ده. تصور يا منعم اني ليك لغد وبطن كده وكرش حاجه. لا عمليه توازن يا خوخه. تعرف ليه يا منعم؟ لو كنت اعرف ما كنت سبتهم يرعرعوا. اللغد من قعده المكتب في الديوان. اظن ما اقدرش اشتغل في المكتب بقى على الواقف. مش قصدي. طب والكرش؟ طبعا واضح، عشان الحمام المحشي والمكرونه وجالونات الميه الساقعه. برضه ما تعملش كده. تعمل اكتر من كده. مش شايف الكرش اللي تحت دقنك ده يا ست لغد يا عبيط. لا انت لازم بقى تشوف لك علاج يا منعم. طب ما تفتيني يا ام العريف. اولا لازم تقلل من النشويات والنوم، يعني رجيم. عرفناها دي. طب وثانيا؟ لازم تعمل رياضه. يعني امشي بقى على ايديا ورجلي. لا يا منعم. امال ايه؟ يعني تعمل تمرينات. يعني شهيق زفير سن مد 1 2 1 2. يا حبيبي يا منعم. يا منعم يا حبيبي. نعم. انت ناسي اجمل رياضه. قصدك رياضه الاكل طبعا. اكل ايه يا منعم؟ قصدي المشي. المشي؟ المشي. انت ما تعرفش ان الدكاتره بينصحوا الناس السمان قوي دول اللي عندهم ضغط انهم يمشوا كل يوم ساعه او ساعتين. هو جنان ولا جنان ولا جنان؟ انا امشي ساعتين لوحدي؟ مين قالك لوحدك؟ انا يا سيدي مستعديه امشي معاك كل يوم. اذا كان على كده بقى مفيش مانع. من النهارده قومي البسي يلا. يا سلام.